فكرة ان اول جريمة قتل للمطارد الليلي حصلت في صيف 1984، لكن اللي اكتشفوه بعدين حاجة مرعبة. ريتشارد رجع سان فرانسيسكو، وساعتها كان ساكن في فندقين بيتنقل ما بينهم في حي اسمه تاندرولين. ساعتها كان في بنت صغيرة اسمها مي ليندا، كان عندها 9 سنين، كانت عايشة قريب منه. وفي يوم مي نزلت البدروم مع اخوها الصغير اللي عنده 8 سنين. اخوها سابها ومشي، وبعد ما رجع لقاها مقتولة بطعن السكين. جثتها كانت مرمية في بدروم العمارة. القضية اتقفلت وقتها ومحدش يتحاكم، لكن سنة 2004 لما عادوا تحليل الأدلة ظهر الدي ان ايه، وكانت المفاجأة العينة كانت متطابقة مع ريتشارد. بعدها بشهرين وفي سنة 1985 ريتشارد كان في لوس أنجلوس نايم في عربية مسروقة، وكان ساعتها مدمن الكوكايين، والكوكايين اللي معاه خلص وكان محتاج فلوس. وقف عند عمارة صغيرة في جلاس البر ولقى شباك شقة مفتوح. بالنسبة له كانت فرصة. دخل ولقى ست عجوزة عندها 79 سنة كانت نايمة، ملقاش حاجة يسرق، فاتضايق ساعتها. وقف فوق سريرها وطعنها 30 طعنة، وبعدها قطع رقبتها بطريقة وحشية. ابن الضحية لما رجع وشاف أمه كده بلغ الشرطة، لكن ريتشارد كان ذكي، ولا ساب بصمة ولا أثر. ومن اللحظة دي بدأ الجنون الحقيقي. 8 شهور اللي بعدها غرق أكتر في المخدرات. ما وقفش لحد كده، لا، وعبادة الشيطان. بقى يسرق عربيات ويقتحم بيوت وبيتعاطى كوكايين، لكن العطش جواه للقتل كان بيزيد. اشترى ساعتها مسدس، ومن هنا جرايم ريتشارد ضعفت. خلال 5 شهور قتل على الاقل 14 شخص، اقتحم بيوت، اغتصب، اعتدى، وساب وراه بحر من الدم. ومن مشاهد الرعب اللي ما تتنسيش، دخل بيت ست قاعده مع ابنها الصغير، ربط الولد واغتصب امه قدامه. في مره تانية اقتحم بيت لواحد ومراته، اغتصب مراته وهي شايفه جثه جوزها. وبعد ما خلص رسم نجمه خماسيه على بطنها باحمر الشفايف. اللي زود الرعب ان ريتشارد